علاج القولون العصبي بالاعشاب. كاس واحد من هذا المشروب غيهنيكم من القولون العصبي، اي بوم كيقضي على انتفاخ البطن اي لي غاز، وكيساعد على فتح الشهيه بالنسبه للناس اللي كيعانيوا مشكل ديال فقدان الشهيه، كيساعد في علاج مشاكل عسر الهضم ومشاكل المعده بحال القرحه وحموضه في المعده، كينظف الامعاء او كينقي الامعاء، وكيساعد في علاج مشكل عسر الهضم. اول شيء غناخذوا ملعقه من الشمر او النافع البلدي الصحراوي، نزيدوا عليهم ملعقه من البابونج، وملعقه من النجم اليانسون او البديانه، وملعقه من الكمون الصوفي. غادي نطحنوا المكونات، بعد ذلك غناخذوا ملعقه صغيره من هذه الخلطه نديروها في كاس، نزيدوا عليها ملعقه من العسل الحر الطبيعي، ونخوي عليهم ماء يكون ساخن ونتركوهم حتى يدفاو. استعمالو غنشربوا كاس مباشره بعد وجبه الفطور، ونداوموا عليها لمده شهر. احسن المشروبات اللي كيعالجوا القولون، كينظف الامعاء وكيعطي واحد الطاقه للجسم. القولون العصبي العضوي اي انتفاخ البطن او لي غاز او مغص او الم في البطن، هذا المشروب غيقضي عليه من الاستعمالات الاولى. اذا داومنا عليه شهر غنكونوا تخلصنا من هذا القولون العصبي العضوي بشكل نهائي. ما كتعرفوا مرض القولون